سبرينج رول على الطريقة المكسيكية، وممكن تسوونها بسمبوسك. يلا نشوف كل المقادير اللي جهزناها. استخدمت هذا النوع من شرايح السبرينج رول وايد زين. راح اكتب لكم كل المقادير اللي قدامكم تحت الفيديو ومع الترجمة بالانجليزي. ضروري طبعا الناتشرز، واستخدمت بهار التاكو وجبنة البونك، لا تطوفكم هذه وايد لذيذة. خلطت كل المكونات مع بعضها وحطيت عليها من بهار التاكو. الحين نبتدي مرحلة اللف. نحطها بهالطريقة الحشوة ونلفها، وطبعا لازم المادة اللاصقة اللي هي عبارة عن طحين وماي. شوفوها بهالشكل. ايش رايكم؟ يلا نسوي الصلصة. عندي طماطتين كبار راح اشويهم شوي، وبعد ما نشويهم شوف شو راح نخلطهم معاه. ومقادير الصلصة بعد مكتوبة تحت الفيديو. الطماطم اللي شويناه راح احط عليه زيت زيتون واضربه بالخلاط واضيفه على هالخضرة هذه. شفتوا الصلصة المكسيكية ايش حالاتها؟ تقدمونها مع اي شيء تبونه، مع ناتشرز او مع السبرينج رول اللي الحين انا بدخله بالاير فراير. دهنته وحطيته بالاير فراير، ما اخذ مني 15 دقيقة بس. تبون تقلونه كيفكم. الحين طريقة التقديم، يلا ايش رايكم؟ ترى والله راح تعجبكم ولذيذة، والله شغل مطاعم، وايد لذيذة وراح يحبونها الصغار والكبار. بالعافية.